ازيكم عاملين ايه؟ فيديو النهارده هننضف مع بعض سيراميك الحائط بتاع الحمام. السيراميك طبعا بيبقى عندنا معظم الحمامات كلها سيراميك للاخر وبعدين داير ولف. هنشوف هننضفها ازاي مع بعض. الاول انت بتجيبي الزعافه وهبتدي ازعف الاول لو في اي اتربه. هزعف الاول عشان لو في اي عنكبوت طبعا عالي، وبتجيبي طبعا مقش او حاجه وبتنزلي الاتربه من عليها الاول. خلاص يعني بقى الحمام كله بالشكل ده. بجيب الاول من فوق لتحت. طبعا هنا السخان برضو ده سخان غاز بتنضفي من فوقه وهتمسحوا برضو الفوطه مبلوله، بس هننضف الاول الاتربه الاول والعنكبوت. ابتدي دلوقتي اعمل الخلطه اللي هغسل بيها سيراميك الحائط. عندي هنا بريل، اي مسحوق انت بتستخدميه، اي صابون سائل بس يفضل يكون بقوه الليمون. وهضيف كمان هنا ديتول. الديتول بريحه اللافندر ده جميل جدا، هيشيل طبعا الاتساخ والجراثيم وهينضف وهيسيب ريحه حلوه جدا. وعندي هنا خل، وعندي هنا برسيل جل، حوالي غطا من برسيل جل. هزود طبعا الخليط ده ميه. انا هنا فضيتها في طبق واسع عشان اما اجيب الفرشه امسها فيها اقدر انا احط الفرشه فيها. خلاص انا زودت هنا الخليط وقلبته. طبعا عارفين دي فرشه اللي بنغسل بيها السجاد، هي بتبقى لها ايد، بتبقى بالشكل ده. هجيب السلكه الناعمه وهركبها هنا كده عليها اهي. ركبت السلكه كده على الفرشه وثبتها كويس عشان ما تفكش مني، وابتدي كده اغمس الفرشه في الخليط وابتدي كده على السيراميك. هغسل السيراميك معايا كويس طبعا، وبحذر من الكهرباء. طبعا هغسل كل الاماكن العاليه بالشكل ده. لو انت عايزه تجيبي مثلا هتعرفي تجيبي كرسي عالي، بتجيبي كرسي وتقفي عليه وتغسلي السيراميك من فوق، ماشي. عايزه تعملي الفكره دي هتطول الاماكن اللي فوق اللي انت مش هتطوليها. وبعد كده بقى في الشطف هغسل كل الحمام بالشكل ده. عند الشطف بقى الاماكن اللي هتعرفي تشطفيها بالميه، يعني هتكبي ميه كده من فوق وهتنزل عادي ماشي. مش هتعرفي، هوريكي بس ثانيه واحده. خلاص الاماكن اللي هتعرفي تشطفيها بالميه، يعني مفيش مثلا كهرباء تحتها ولا هتخافي من حاجه، كبي ميه عادي. الاماكن اللي مش هتعرفي تعملي فيها كده هتجيبي المساحه وتحطي عليها فوطه. طبعا هتبلي الفوطه كويس بالميه وتعصريها وهتركبي الفوطه كده على المساحه وهتبتدي ان انت تنشفي بالفوطه بالشكل ده كده. خلاص يبقى هتغسلي الاول كل الحمام، وبعد كده في التنشيف لو تعرفي تنشفي بالميه نشفي، مش هتعرفي اعملي فكره الفوطه دي. خلاص كده خلصت السيراميك، غسلته وشطفته زي ما انتم شايفين كده معايا، بقى بيلمع وجميل جدا. وهنا السخان كمان مسحته فوطه مبلوله كده اهو، السيراميك من فوق لتحت. كل المناطق العالية اللي انا عملتها كان نشفتها كويس. الى اللقاء في فيديو جديد.